السلام عليكم صديقاتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وفي تمام الصحه والعافيه ان شاء الله. وصفه السفنج اللي كامل طلبتوها مني في التعليقات وحبيت نشاركها معكم اليوم في فيديو قصير جدا، على بالي تملوا وتكرهوا بالخف فقلت نديرها لكم في 3 دقائق فقط. المهم تستفادوا منها. تجيبي الباسينه نتاعك ديري فيها كميه من الفارينه. انا درت 4 كيسان من الفارينه. تجيبي الكاس تاع ام وليد وعبري به، ديري 4 كيسان تاع فارينه وزيدي لهم ملعقه كبيره من خميره الخبز، وزيدي لهم كميه من الملح حساب الكميه نتاع الفارينه اللي عندك. الملح ايضا تقريبا درت واحد نصف ملعقه، وايضا ديري ملعقه من السكر. وهنايا تبداي تخلطي في هذه المكونات الناشفه مع بعضهم، تخلطيهم غايه، وبعدها تبداي تعجني العجينه نتاعك باستعمال الماء دافي. الماء ضروري يكون دافي، لانه على بالكم انه خميره الخبز تتفاعل مع الماء الدافي. نبداو نعجنوا في الخليط نتاعنا مليح مليح حتى اللي نتوصلوا لواحد القوام تاع عجينه تكون جاريه، كما نقولوا حنايا ماشي عجينه قاصحه وماشي عجينه يابسه، تكون هكا تلصق في اليد. نخلوها ترتاح مده مليحه، بعدها نعاودوا نخدموها ونقلوها ونطيبوها مع بعض. شوفوا معايا، انا درت 2 مقلات، مقله فيها زيت قليل ومقله فيها زيت غزير. هنايا نديروا في يدنا شويه نتاع الزيت ونهبطوا هذاك العجين اللي كان خمر معانا، ونبداو نشكلوا في السفنج نتاعنا بهذه الطريقه. يعني تهزيه وتحطيه في المقله الاولى اللي فيها زيت قليل. بعد ما تشوفي انه هذاك السفنج نتاعك بدا يدي لون ذهبي من الاسفل، ترفديها وتحطيها في المقله الثانيه وتبداي ترمي عليها في الزيت من الفوق باش تزيد تنتفخ. نورمالمون المشهد راه واضح، يعني تحطي في المقله الاولى اللي فيها زيت قليل، تخليها تنتفخ لك وتدي لك واحد اللون ذهبي من الاسفل، تهزيها بهذه الطريقه وتعاود تبداي ترمي عليها في الزيت باش تزيد تنتفخ لك غايه الغايه، وبعدها تقلبيها وتخليها تطيب في خاطرها. هذه هي الطريقه تاع السفنج باش يجيك خاوي من الداخل. وايضا المده نتاع الخمور كما نقولوا حنا تخليها تخمر مده مليحه. مثلا هكا غسلتي مانك بعد الفطور وكل شيء، عجني هذاك السفنج نتاعك وروحي ترتاحي. كي ترتاحي نتيا وترتاح العجينه نوضي اقليها كما هذه الطريقه. وبهذا نكونوا تحصلنا على سفنج خفيف وبنين بزاف بزاف. صدقوني هذه الطريقه الا جربتوها رايحين يعني تفرحوا عائلتكم معكم ان شاء الله. جربوها وردوا لي بالخبر. سلام.